ليه بنقول نركز او نبص؟ ده بيخلينا ننتبه ونبص للشكل اكتر. ايوه صح، بيخلينا نبص في شكل العنبه، في الوانها بقى اللي هي بين الاصفر وبين الاخضر او الاسود او الاحمر. شكل البطيخ لما نلون بالراحه بيخلينا نركز في شكله وشكل البذر بتاعه. لو عايزين نحط الوان غريبه على بعض، ندمج كده الوان غريبه مع بعض، يكون لونين مع بعض. يعني الوان مثلا مش مألوفه. يعني مش مألوفه، الوان مش متعودين عليها ان احنا نشوفها، الوان غريبه. عايزين نحط لونين مع بعض. نلون العنب باللون البرتقالي. احنا شفنا لون برتقالي ما شفناهوش قبل كده، بس عادي. ايه المشكله ان احنا نجرب؟ ابيض ما لقيناهوش، الابيض مفيش اصلا منه لون، نجيبه اللون مع اللون يدينا الابيض. ايوه صح. اصلا لا وعلى فكره في حاجه حلوه كمان. ميزه، يعني اللون الابيض فيه ميزه حلوه. ايه هي؟ يعني مثلا انت غلطت لون وما فيش استيكه، تسويناها على الابيض عشان تتمسح زي الاستيكه. ايوه صح. وعلى فكره لو في حاجه في الورق عايزين نسيبها ابيض نسيبها ابيض. يعني احنا حابين اللون الابيض في الورقه، حابين حاجه تبقى لونها ابيض، نسيبها زي ما هي بيض، نسيبها بلونها ابيض. انا هسيب حاجه واحده بس بيضه. ايه؟ الورود كله. هتسيب الورود بيضه ليه؟ تحب كده؟ طيب تمام، يلا كمل. ولو انا في البيت ماشي خلاص، كملها في البيت. بس احنا كنا حابين ايه؟ عايزين نركز، كل واحد يركز في ورقته، يبص في ورقته. ما فيش صح وغلط في اختيار اللون، ما فيش صح وغلط ان احنا نلون حاجه بالاحمر او الازرق او الاخضر حتى لو ده مش لونها في الطبيعه. يلا يلا يا محمد، مش بتلون معانا؟ لون كل حاجه. بس في حاجه تانية فاضيه، ليه مش حابب تلونها؟